دراري خوتي حبابي هلي شنو ليا هذا ابراهيم هذا ما تيجي هذا ما كتجيبش اخبار من الاوطان. الله يحضر السلامه. امين. الله يسمعنا خير يا ربي امين. أعلنت وزارة الدفاع المملكة المغربية السعودية عن اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء البلاد. العربي عود نضلق طلع. أعلنت وزارة الدفاع المملكة المغربية السعودية عن هي كما سمعتوا المملكه العربيه المغربيه السعوديه هادو راه ساكنين لهم في الضمير ديالهم المستتير المتجر كيحلموا بينا في ذاك الليل ونهار كيهجهجوا بينا. راكم من الماركه كيف الملح ما كاش. هاو الملح كاين، هاو الملح الله يبارك الخير. تبارك الله تبارك الله. الملحه موجوده اخوتي المغاربه في الزريبه، حشومه عليكم قهرتوا ليا بصبع الملح الملح الملح. ها هو دابا فين ما يدور يصور لكم الملح يصحابها كوكايين. خير شبعنا، لا حليب مرمي، ما حكاش لي يشري، الزيت مرمي، الدنيا مرميه، الشعب وراقد ما حبش يخدم، رانا نخلصوا فيهم وراقدين. وتحيه للجزائر ويطيحوا الخونه الله اكبر، والمره كيطيحوا الله اكبر. وين بغيت لك الدل. تحيه للجزائر يا عطا الله، تحيه للجزائر. يطيحوا المرار تاش داك المرار كاش داك اليوم شافوكم بعدا حريتكم. يا قلتي الشعب راقد ما حبش يخدم، راقدين وكتخلصوا فيهم والدنيا واخده وكل شيء مقلوب وما كاينش اللي يشري. هذا الشيء علاش كنقولوا عليكم زريبه. هذه إهانة بالغة، إهانة بالغة لا نقبل بها. الكائن الجزائري او بالاحرى الكائن البصباعي كينكر باللي راه عندهم طوابير في الجزائر، مع العلم انه راه كاين بزاف ديال الفيديوهات، ما واحد ما جوج ما ثلاثه، بزاف ديال الفيديوهات كيبينوا الطوابير على المواد الاستهلاكيه. ولكن بصبع الزرق كيخرج مثلا الا كان ساكن في الجزائر العاصمه تيصورك ها عندي الحليب عندي الزيت عندي كذا عندي، وكينكر باقي الولايات زعما راه ما تابعينش للجزائر كيسميهم مناطق الظل. المهم النفط راه زاد طلع ب 8% يا ودي دراهم كبار، وراهي تقول دوكا احتمالات انه لو كان يكمل مضيق هرمز هكا يلحق ل $150. وي كيما عرفتش معناتها 8% هذه غير تاع اليوم برك ضربها في مليون برميل يعني تبون تهلا بالعالم. يا ودي الله يهديك اش من 8% ولا 10%. ها هي دابا الحرب في ايران والازمه عندكم في الجزائر دايرين الطوابير على الغاز وعلى البنزين كان والو يا ولدي معاك. اتفرج وعباد ربي في كارثه القرن. اتفرج واحسب وحدك احسب اتفرجوا كارثه والله ما كارثاش. تبان لي كارثه وما نعرف نتوما تبان لكم بالك ما كارثاش. اتفرج في العجب اتفرج البياس البنوات الغاز يا اخي حاله يا اخي. وحدك من قال لك شي ما عندك معرفه تبري جوان كيراس قال لي ما عندك معرفه هم يجيبوا فيه من الجزائر. روحي رايحه البلاد هذه يا صاحبي والله غير بزاف. اتفرج هو مازال ما شفت والو. انا والله العظيم غير حرت بلاد البترول يا يتمتعوا به الطلاين يا اقعد اتفرج اتفرج. قال لك ما كانش اسمه تاع الكاس، ما كان شيء نقولوا ما كانش. لو الاخرين غير روحوا تروحوا يا والله ماكم دايرينها. روحوا تروحوا جماعه الاخرين. نتوما شفتوا الطابور شحال فيه من طوموبيل شحال فيه من كيلومتر. طيب على ادله على ان اللي كيعجبني في الجزائريين اخوتي الصراحه ديال الله بلا كذوب اعدهم مع النظام. كيجي لك الجزائري يوقف لك في الطابور واخا يكون فيه 1000 واحد ما يتزعزعش من بلاصتو، واخا يبقى واقف يومين ما يتزعزع من بلاصتو. العكس ديالنا حنا المغاربه تمشي على البنكه تلقى 10 ديال الناس، واحد مجكع على البودره، جوج مجمعين ليه، ثلاثه حدا الكيشي، واحد ليه يتحرك، واحد يكبتوا على النوبه. ما كاينش عندنا حنا مع داك الشيء ديال واحد ورا واحد. تولي فينا هذه القاعده ديال الطوابير على مخيبها. اللهم نديروا الحلقه ونكبتوا على النوبه. كلامك على صواب بس محمد. صحاب الجزائريين كيحشموا من الطوابير؟ لا، صحابهم كيهضروا على الطوابير وتهلا كيهضروا على ازمه غذاء. ازمه غذاء فين؟ في وهران ولا في الجزائر ولا في بسكره؟ وهو كيهضروا على ازمه الغذاء في الامارات. فين هي ودنك؟ ها هي في دبي. لدوله كالامارات مثلا مش عارف على حددوا الامارات الا 10 ايام فقط
مخزون الغذاء في الإمارات. شكون قال باللي في الإمارات مرشحين لأزمة غذاء حادة؟ شكون قال؟ شكون كان يتوقع أنه دولة الإمارات ستصل درجة وين الغذاء ما كانش؟ يالا انت هو يالا. محلل ديال الباركينغ كما العاده يهرف بما لا يعرف. قال لك الامارات العربيه المتحده غتكون عندها ازمه غذاء حاد. اخر دوله تكون عندها ازمه غذاء حاد هي الدوله ديال الامارات. ماشي غير على ود الفلوس، ناس قلال، ما كنهضروش حنا على 120 مليون نسمه ولا 140 ولا 150، 11 مليون نسمه مع الفلوس اللي عندهم غيبقاو ياكلوا فيهم 100 عام لقدام بلا ما يخدموا بلا ما يردموا. كيجيك انت بصبع الزرق اللي داير طنبوله على كيلو ديال اللحم. دخلنا عليك والله. اييه كيما سمعت يا كبور، دايرين قرعه على كيلو ديال اللحم وكيهضر على الامارات. ما تقطعش حوايجك. اقرا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إعلان عن تنظيم طنبولة 10 قسيمات ل1 كيلوغرام من اللحم العجل بمناسبة شهر الفضيل رمضان المبارك لسنة 2026 كهدية بسيطة عربونة لمجهودات الموظفين. لهاد الدرجة تفكرتوا يا طحاحنا؟ لهاد الدرجة رخصوكم يا ربك عادوا يديروا لكم طنبولة على جال كيلو لحم. ما تعصب ما والو صاحبي، دابا يطرطق لك شي عرق. بلاتي هي احسن. الا تعصبتي راه ما يشيقوناش الناس، لا انت لا انا، يقولوا هادو راه طالقين علينا. خلينا بعدا نوريهم الفيديو اللي قالت فيه السيده باغا دير القرعه الكيلو ديال اللحم باش ما يلقاو منين يشدونا. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار دعم عمالنا وعاملاتنا وتعزيز روح التكافل الاجتماعي داخل المؤسسه الاستشفائيه المتخصصه للام والطفل، يسر المجلس المقالي ان يعلن عن تنظيم طنبوله خاصه بالعمال والعاملات، حيث تم التكفل بالمبلغ الاجمالي ل 10 كيلو من لحم العجل من طرف المجلس المقالي، وقد خصصت 10 قسيمات، كل قسيمه تمثل 1 كيلو جرام من لحم العجل مدفوع السعر بالكامل من طرف المجلس المقالي، وذلك خلال شهر الفضيل وفي اطار نشاطاتنا الخيريه داخل المجلس لصالح العمال والعاملات، حيث 10 قسيمات ستكون عن طريق السحب العشوائي بطنبوله داخل المؤسسه، 5 قسيمات مفتوحه لجميع الاختصاصات، و5 قسيمات موجهه خصيصا لفئه العمال المهنيين، عمال الصيانه، عمال الامن والوقايه، عاملات النظافه، عمال المطبخ والسائقين، وذلك تقديرا لجهودهم المتواصله والتفاني في العمل. دابا دخلنا عليكم بالله هادو واش بعقلهم. وسمعتوا السيده شنو قالت لكم؟ قالت لكم 5 ديال القاسمات الاولين لجميع التخصصات، يعني داخلين فيها المحامون والقضاة والاطباء والاساتذه وحتى الوزراء. نعم سيدي، وحتى شبون انت ولا باغي يشارك. وال5 الثانيين المهنيين. مشاكل صافي. ويخرج لك واحد راسه مربع مكربع ويقول لك الامارات غيكون فيها ازمه غذاء حاد. من اللي يجيك؟ يا لهوي يا قرقور. هو محلل ديال الباركينغ، انا راه ما كنديش عليه، ولكن راه عنده اتباع. العالم الاخر سبحان الله العظيم راه كيتيقوا بهذاك السيد ايما ثقه. تخيل معايا، راه ما خلاه فاش هضر هوايه، ما خلاه هضر في كوره، ما خلاه هضر في السياسه، ما خلاه هضر في الدين. والدين تا هو دخل فيه طول وعرض. قال لك لا باغي تسافر معنا عبر الزمان، مرحبا بك معنا في المركبه ديال السفر عبر الزمان. قلت تسافر عبر الزمن، هل يمكن تتكلم على مواضيع؟ انا احب العالم الاخر والعلوم، ماشي عالم اخر يا اخي. انا نحكي لك انا باللي كاين ناس راهي تسافر عبر الزمن، كاين ناس راهي تسافر عبر الزمن وعبر المكان، كاين منهم. والناس اللي كانت عندهم القدره هما كاين ناس متحكمين في طاقه الحروف، هذا على بالهم باللي كاين اسرار في القران الكريم. كاين مثلا بعض المفاتيح في القران الكريم كي تقولها بنيه صادقه والايمان بالله، انا نقول لك باللي تقدر تفتح بوابه نورمال. شنو واش من بوابه الله غالب. تقول لي كاين ناس سافروا عبر بوابه الزمن، هل كاين في عصرنا احنا الحالي ناس سافروا عبر بوابه الزمن؟ كاين. الشعراوي دليل قاطع على انه سافر عبر الزمن. حكينا في 2 فيديوهات سابقه على هذا الكهل. الفيديو الاول كان بوابات الزمنيه، الفيديو الثاني كان طاقه الحروف. في هذا الفيديو دمجهم لك في 2 واعطاهم لك يعني وزاد معاهم قصه، وقال لك باللي يعني لحم يتشوك بهذه الاشياء وبهذه الكرامات اللي هو راهو يعني يسمعها.
انا حبيت نقول لكم بلي اللحم يتشوك بصح من واش؟ من الكذب ومن الخرطي ومن هذاك التاليف القصص ومن التاثير على العقل الجمعي. كيفاش تقدر تسوق ناس بمئات الالاف في التعليقات يقول لك لا لا هذاك برك هذاك محلل سياسي وهذاك هارب وهذاك بزاف هايل ومنا. بكل بساطه هذا اي خرطه داز من عداه كيخرط على المتابعين ديالو، حيت الدماغ ديالو مخاوي وداكشي علاش كيعمروا لهم بداكشي اللي بغا. هذا بعيد عليه الدين ومحال كاع واش كيصلي. هذا اللي كيستدل لك زعما بالشعراوي زعما راه كاين زعما راه حق فلان، وراه انت اصلا عندك بزاف ديال الفيديوهات كطعن في العلماء ديال الدين وفي الجماعات ديال الدين، وتجي دابا كتستدل بالشعراوي. منافق. ولد الاسلام الحقيقي شكون هو؟ هو العلماني، هو المسلم الحقيقي، هو الذي يخضع الاسلام الى العلم. بينما تعلموك ان العلماني مرتد عن الاسلام. علاه؟ لان النقيض نتاعو يامن بالمعجزه دون تحليلها، بينما العلماني يخضع كل حاجه الى العلم. علاش؟ باش يفيد البشريه، باش يتمكن في الارض، باش يفرض العدل ويفرض الاسلام الحقيقي في الكوكب هذا. لازم توصل الى التحكم في العلم. اقرا. وحنا علمون باللي العلماني سبه، يعني الواحد لما يقول لك انت علماني شغل طيح لك. علماني نتايا مرتد. الوغ الفئه الناجيه هي العلماني. العلماني هو اللي راهو عنده مفاتيح الاسلام الحقيقي، ما هوش السلفي، ما هوش الصوفي، ما هوش الاخواني، ما هذوك كل فيها خضالة. ياك السي العليم حق مولانا. أنا جزائرية 100% وأعتز ببلدي. بلدي قارة وما يحتاج أني نستولي على لباس باش نبين تراث بلدي، لأن بلدي عريق، بلاد قارة قد ما ورينا وقدمنا وأبرزنا التاريخ تاعنا وتراثنا، والله غير صدقيني مازال ما كملناش ومشكيتش حين نكملوا نورو كلش. ياك خالتي قدريه وصلنا حتى لهذا الماصل. ومزيان بعدا ملي جمعتي الشعر ديالك وبينتي هذيك الجبهه، حيت هذيك الجبهه هي اللي كتكسابو. هاد السيده هذيك كتبت ليها المغربيه ديالنا اريد ان اكون مغربيه كجدك. اين فيديو كتبت ليها هاد الشيء هذا؟ بغينا نعرفوا اين فيديو كتبت ليها التعليق. مرحبا. دابا فهمنا علاش خاطنا المغربيه كتبت لك هذاك التعليق. ولي انت لابسه اللبس ديالنا واخا سواقي ماشي مشكل، وباركه في الصالون المغربي وبغات تبركي بركه مغربيه. ميمي بالنسبه للتراث خالتي قدريه صعيب تحافظ عليه الا ما كانش ديالك. نعطيكم مثال. دابا حنا مثلا في المغرب شي واحد الا كان داير الزليج البلدي وخسر ليه شي بلاصه مثلا تهرست ليه شي بليصه ولا هادي وبغى يدير لها الترميم، عادي كيعيط على المعلم كيخلصو كيصايب ليه المسائل كيرجع ليه الامور كما كانت من قبل او احسن. الجزائر لا، داكشي اللي خلاو لهم العثمانيين، داك الفايونس اللي خلاو لهم العثمانيين، لوقيت اللي كتخسر لهم شي جليجه ولا مثلا كيبغيو يدوزوا شي حاجه شي برونجمون ديال الضوء ولا الماء ولا شي حاجه، لوقيت اللي كيبغيو يردوا نفس النوع ما كيلقاوش اللي صايب لهم، كيبقاو يلبقوا خلط جلط. ماش تصرفات، ماهوش جوار هذا، ماهوش. وانا غنتبلى عليكم اخايب السميه. ها هو فيديو من عندكم. شرح لي انت شنو هاد الروينه اللي كاينه فيه. افطارنا ان شاء الله في بيت جزائري قديم في منطقة القصبة. ما شاء الله تبارك الله. بالدجاج وحريرة وبوريك بالدجاج. دار وحده شحال فيها من نوع ديال الفايونس. هادشي راه كيكون عندنا هاد مول الزليج اللي كيبيع الزليج كتلقى عنده 100 نوع. نتوما كاين عندكم في الديور شحال خايب يكون عندك التراث ديال الناس وما تعرفش ليه، ما تعرفش ترقعوا. المغرب ولا الجزائر أقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين في فاس ولا جامعة مادور في سوق هراس؟ خلي متابعة وكمل معايا الفيديو للآخر. شفت واحد من المعلقين في قناة بين سبورتس قال باللي أقدم جامعة في العالم جامعة القرويين في فاس. جامعة القرويين تأسست في عام 859 ميلادي، أما جامعة مادور في مدوروش بالجزائر تأسست عام 230 قبل الميلاد. كاين مغالطة تاريخية في هذا القصة. لا بصح عندك الحق، كاينه مغالطة، كاينه مغالطة تاريخية، وانت اللي تزاديتي على البارح اللي غتجي تصحح عليهم. انت سير بحالك وتحشم. استغفر الله.
لا ودي لا اله الا الله وصافي. شحال قدنا نصبروا لهاد الجيران هادو مصيبه كاع على صافي. اخوان وصلنا لنهايه ديال الحلقه، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. دائما الله الوطن الملك. الله يعاونكم، نتلاقاو في شي حلقه اخرى ان شاء الله.